خالقي من جديد. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات سلسلة خواطر بعنوان والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النهاردة إن شاء الله بإذن الله عاوزين نتكلم عن آية كريمة كل واحد فينا محتاج إنه يسمعها، محتاج إنه يتأمل فيها. الآية دي بتدينا أمل كبير جدا، بتخلينا نشوف الحياة من زاوية مختلفة تماما. الآية دي في سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. تخيلوا معايا كده كم مرة مرينا فيها بمواقف صعبة في الحياة، كم مرة خسرنا حاجات كنا بنحبها، كم مرة فقدنا فرص كنا بنحلم بيها. في لحظة اليأس دايما بيجي في دماغ الإنسان سؤال، هو من الشيطان والعياذ بالله. السؤال ده بيقول: ليه يا رب كده؟ اشمعنى أنا؟ فبتيجي الآية دي وبتجاوب على السؤال ده بمنتهى البساطة والعمق. بتقولك إن إدراكك للحياة محدود، إمكانياتك محدودة، عينك اللي شايف بيها قدراتها محدودة، وإن اللي أنت شايفه إنه شر ده ممكن جدا يكون خير ليك، ممكن يكون خير ليك وقلبك متعلق بيه وفاكره خير، ممكن يكون الشر بعينه والعياذ بالله. فليه ببساطة ربنا؟ ليه ببساطة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جابها لنا في آخر الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شايف الصورة الكاملة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شايف الحاضر والمستقبل، شايف نتيجة كل خطوة بنخطوها، شايف النتيجة النهائية لكل حاجة. فربنا هو اللي عالم وشايفنا، وهو اللي عارف مستقبلنا وعارف حاضرنا وعارف ماضينا وعارف كل حاجة، هو اللي عنده الصورة الشاملة. عشان كده ربنا بيقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني مثلا لو كان سيدنا يوسف إخوته رموه في البير، كانوا قالوا دي نهاية يوسف، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن البير ده يكون أول خطوة في طريقه للحكم والنبوة. بعدها راح عبد عند عزيز مصر، وبعدين دخل السجن ظلم، وبعدين أصبح عزيز مصر. فكل موقف من دول كان في نظرنا شر. ألقي في البير، أخذها عزيز مصر عبد، دخل السجن، كل ده شر من وجهة نظرنا احنا. لكن عند ربنا سبحانه وتعالى كان بيكون خير، والخير انه وصل كوزير على مصر. ربنا وهبه خزائن الأرض. والدليل على ذلك من السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث من 1400 سنة سبحان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمنا أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعجب، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير وليس ذاك إلا للمؤمن. يعني حاجة ربنا اختصها بالمؤمن فقط، وليس ذاك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني لو صابوا شيء كويس شكر ربنا فكان هيبقى خير لدي النتيجة. وإن أصابته سراء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فسبحان الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيفسر الآية بمنتهى البساطة. طيب يعني مثلا لو انت بتشتغل في وظيفة والوظيفة دي انت مش مرتاح فيها، بس ضروري ان انت تشتغل، وفجأة بيحصل ظروف بتطرد من الشغل. في الاول انت بتزعل ان انت فقدت الوظيفة دي، بيحصل لك نوع من اليأس، لكن بعد فترة ربنا بيكرمك بوظيفة احسن بكتير قوي، فيها راحة بال ليك، فيها تقدير ليك، فيها مرتب افضل ليك، حاسس بنفسك فيها. ساعتها هتكتشف ان طردك من الوظيفة الاولانية القديمة هو الخير كله ليك عشان توصل للوضع ده. فسبحان الله. طيب ممكن لا قدر الله واحد يفقد شخص عزيز، وكلنا فقدنا أناس أعزاء لنا، شخص قريب منك. الحزن بيسيطر عليك مدة في الأول، لكن بعد فترة الحزن ده ممكن يكون سبب إنك تقرب من ربنا، ممكن يخليك تراجع حساباتك في الحياة وفي الآخرة من جديد، يخليك تتغير للأحسن. فسبحان الله يعني فاحنا يا جماعة احنا ما نعرفش، ربنا اللي بيدبر لنا امورنا بافضل ما يكون. مش ممكن واحد يجيله مرض وربنا يكتب له الشفاء، لكن المرض ده يعني المرض اللي حصل ده كان سبب في ان انت تهتم بصحتك وتغير عاداتك وتتعرف على قيمة الصحة اللي كنت بتستهلكها على الفاضي. شفت؟ يبقى من بعد الضراء سراء، من بعد العسر يسر. ربنا سبحانه وتعالى قال إن بعد العسر يسرا، 2 مش يسر واحد، يسرين. فيا جماعة سيبوا ربنا دبر لنا أحوالنا، ما تقفوش أمام إرادة ربنا، خلوا عندكم ثقة في ربنا. باختصار يا جماعة، مش مهم اللي بيحصل لك، المهم ازاي بتستقبل اللي بيحصل لك. ما تبصش للي بيحصل لك دلوقتي في الوضع الحالي، لكن بص انت بتستقبله ازاي. مش مهم انت بتاخده ازاي، المهم بتتعلم ايه منه. كل ابتلاء هو فرصة للتقرب من ربنا، كل ابتلاء، كل مشكلة، كل صعوبة، كل حزن، كل باب بيتقفل في وشك ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى بيحفظك من شر وراه. يعني هدي لك مثال صغير. شوية شباب اتفقوا ان هم يسافروا، والعياذ بالله يسافروا عشان يمارسوا المعاصي والذنوب ويمشوا مع بنات والكلام ده كله. الشباب اجتمعوا على ميعاد وقالوا وراح، وفي واحد اتأخر عن الميعاد، وبقيت اصحابه سافروا، والولد ملحقش الرحلة. جه عرف بعد كده ان الباص بتاع السفر عمل حادثة وكل اصحابه ماتوا.
يبقى ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك الخير، مقدر لك حياة جديدة، انه اداله فرصة ان هو يعيش، يعرف انه اللي كان هيعمله غلط. فخلينا يا جماعة دايما نثق في تدبير ربنا لينا، ونشوف كل حاجة من منظور انها خير، من منظور انها خير، حتى لو عقلنا البشري مش فاهمها، مش مدركها، فمش مهم ان انت تفهمها دلوقتي، لكن صدقني والله ربنا هيظهرها لك بعدين. ففي النهاية كل اللي علينا هو الصبر والدعاء. ليه؟ لأن الإجابة واضحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتم في الحلقة دي، وخلينا يا جماعة نكون عندنا ثقة في ربنا وفي تدبير ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد.